ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل 24 قطعة جاتو. هنعملهم مع بعض بأسهل طريقة وأبسط مقادير بإذن الله، وهيطلع معاكي من أول مرة ناجح. حجم البيضة لازم يكون كبير. هنحط معانا 5 بيضات، بس حجمهم كبير، يعني زي ما انا وريت لكم كده البيضة حجمها كبير. تمام. هحط نص كوباية مية، هحط عليهم معلقة محسن، وهضرب المقادير مع بعضها كده لحد ما القوام بتاعها يبقى آه، هشش شوية كده، عشان اتأكد ان المحسن بتاعي اشتغل، لان طبعا انا شغالة بمضرب مش شغالة بعجان، فلازم اضربهم شوية كده حلوين. وبعد كده احط عليهم 500 جرام دي سبونج فانيليا. هضربهم مع بعض كويس لحد ما القوام يعلى معايا ويتقل، بس طبعا مش هيتقل قوي لان هو بمضرب، فهيتقل يعني هيبقى كويس يعني. تمام، زي ما انتم شايفين كده. بقى بالقوام ده عندك بقى ورق حطي، عندك ورق اسبونج حطي، عندك ورق زبدة حطي، الموجود. ما توقفيش نفسك على حاجة. تمام، حطيته كده بالشكل ده وهسيبه على جنب، وهحط نفس المقادير تاني، وهعمل نفس اللي عملته ده بس بالشوكولاتة. تمام، لان كل دستة تبقى نص دستة فانيليا ونص دستة شوكولاتة. تمام، هساوي الصينية بتاعتي كويس وهركنها على جنب، وهعمل انا لوحدي الاسبونج التاني مع بعض الفرن. تمام، زي ما انتم شايفين كده على درجة حرارة 180. هنا بقى هنعمل مع بعض الكريمة. طبعا انا دخلت الاسبونج والاسبونج الشوكولاتة. تمام، هنا بقى طبعا عملتهم في نفس الصينية دي وسط، وهوريكم الوقت مقاسها بالظبط في الفيديو كده. كمان شوية هوريلكم بالظبط مقاسها قد ايه، لان في واحدة حبيبتي كده وقلت والله مش نسيت، ما فهمتش قصدها ايه. تمام، انا هضرب كوبايتين مية، كوبايتين مية عليه، كوبايتين كريمة عليهم 3 كوبايات مية، و3 معالق لبن، ومعلقتين كريم، وهحط كوباية معلقة. تمام، طبعا ده يا جماعة على حسب الرغبة. شوفي انتي اذا سكرها زي دوقي، يعني معلقة كده صغيرة، الكريمة مناسبة ليكي ولا لأ. طبعا الشغل على حسب الذوق، يعني ما اكتر يعني في السكر بالذات، يعني ممكن من من معلقة ونص ل3 معالق سكر عادي براحتك، على حسب ذوقك انتي واللي انت حاساه. طبعا الاسبونج كان طلع معايا، وطلعته من الصينيه كده وغطيته وحطيته على جنب. آه، انا طبعا عاملاه في نفس اليوم بصراحه، يعني ما عملتوش قبلها بيوم وكده. فده في نفس اليوم، بس قمت بدري جدا وخبزته وسبته براحته خالص. اما برد غطيته زي ما انتم شايفين كده، اي قماش عندك او اي حاجه غطيه لحد ما يبرد خالص تماما وابدأي الشغل فيه. هنا طبعا بقشر كده الاسبونج بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وببدأ اقطعه زي ما انتم شايفين. بقطعه كده على 3 طبقات، وده الاسبونج الشوكولاته بقول لكم. هخلص ده واحطه في الفريزر، وهرجع تاني اعمل الاسبونج الشوكولاته نحشيه سوا. طبعا الكوبايتين هيقضوا التزيين. تمام، هيقضوا الجاتوه عامه كله، يعني ده والتاني الكوبايتين. حطيت هنا طبقه كريمه كده حلوه معقوله، وحطيت عليها الاسبونج التاني،
انا ما بسقيش زي ما قلت لكم الجاتو غير لما الاقيه ناشف، يعني مش ناشف، يعني قاسي شويه او خد وقت مني طويل في الفرن، فبضطر ان انا ايه يعني اسقيه. انما طبعا لو ما خدش مني وقت في الفرن وخد وقته المظبوط وطلع يعني هو ما بياخدش وقت زي اي تورته طبعا. هو الكميه مثلا نص كيلو في الصينيه ديت بيبقى معقول. المهم ما بسقيش زي ما قلت لكم غير اما يكون السبونج فيه نشوفيه شويه. هنا طبعا بالسكرابر المشنشر كده ببدأ اظبط السطح بتاعها، لان ده الشكل اللي هيبقى عليه. انا بعمله فانيليا ليه؟ بعمل فانيليا بشنشرها كده ليه؟ عشان تثبت عليها الفاكهة اللي انا احطها. هنا طبعا احط معلقة جناش ومعلقة معلقتين جناش كده، واحط معلقة كاكاو خام اسباني. تمام. يا ريت يكون النوعية كويسة بتاعت الكاكاو، لانها بتفرق جدا في طعم الشغل وكده. هضربهم طبعا مع بعض كويس زي ما انتم شايفين كده. هجهز معايا بقى السبونج الفانيليا الشوكولاتة. طبعا قطعته زي ما قطعت التاني، وقشرته برضو زي ما عملت التاني بالظبط، عشان كده مرضتش اوريلكم الخطوة ديت. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده بحط رقة كريمة ورقة سبونج. هحط اخر رقة بالشكل ده، وهبدأ احط عليها كريمة طبقة حلوة. تمام. دي الصينية مقاسها 30 في 22. عشان اللي كانت سألتني قبل كده وما فهمتش سؤالها. فحبيت انا والله فاكراها، بس قلت اما اعمل جاتوه اعرفها يعني المقاس بالظبط قد ايه. يبقى 30 في 22 ده مقاس الصينية بتاعتي، اللي هي الوسط بالصواني البيت العادية خالص اللي انا عاملة فيها الجاتوه. تمام. طبعا دخلت ده الفريزر وطلعته كده بالشكل ده. طبعا لازم كل مرة امسح فيها القماشة بتاعتي او اغسلها بمية سخنة. والاحسن انك تغسليها بمية سخنة، هتساعدك جدا انك انتي تقطعي الاسبونج. تمام. ويطلع معاكي مظبوط وكويس جدا. لازم يكون في مية سخنة او تمسحي بقماشة لو يعني ايه، لو مش عايزة تعملي مية سخنة يعني. المهم ان انا بشيل كده الجوانب بالشكل ده، بساوي الاسبونج بتاعي كويس. انا طبعا مسرعه الفيديو على قد ما قدرت عشان ما يبقاش طويل قوي وانتوا تتضايقوا او كده. انا ببقى نفسي اديكوا كل التفاصيل واشتغل براحتي، بس طبعا عشان انتوا ما تتضايقوش وكده ان الفيديو طويل، فببدأ اقصر فيه. المهم في خرطة هتطلع 11 وخرطة هتطلع 10. تمام. بعد ما قطعنا الجوانب، فببدأ كده بقيس وبقطع 5 سنتي في 10 سنتي او في 11. تمام. في واحدة هتطلع جنب هيطلع 11 وجنب هيطلع 10 زي ما انتوا شايفين كده. بقيس طبعا بالمسطرة. انا ببدأ ابعدهم بعيد عن بعض كده عشان اعرف ارص الفاكهة وانا مرتاحة، ما يبقوش لازقين في بعض، واجي احط مثلا تفاح او كده الاقي الدنيا مش عارفة اتحرك. هنا طبعا معايا تفاح اخضر، تفاح احمر، معايا اناناس. الفاكهة بقى اللي بتبقى موجودة بتاعت الايام دي، يعني اي فاكهة موجودة. هنا بقى طبعا انا نسيت اشيل شوية كريمة. ف قلت خلاص اعمل بمربى حليب، وبصراحة هي اطعم واحلى. انا طبعا عندي كل حاجة، عندي مربى حليب وعندي كل حاجة. فطبعا طلعت المربى حليب كده واشتغلت بها. هنا بقى هبدأ كده اعمل شرايح جنب بعضها كده زي ما انتوا شايفين كده، اكني برصها بالظبط على تورتايه او حاجه زي كده.
تمام. بس لازم الشرايح تكون رفيعة جدا عشان يبقى شكلها حلو زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا لازم على طول نلمع. هعمل انا بقى التانية ديت وهلمعهم الاتنين. بصوا انا باخد قطعة كده وبقطعها شرايح وبزود بها طبعا بالملمع ده كده. ولمعت هنا بقى حبيت اغير شوية في شكل الجاتو. عملت كده بصوا زقتهم يعني عملتهم شرايح زي ما انا عامله التانيين بالظبط، بس مشيتهم جنب بعض كده وشلتهم حطيتهم على التورته زي اللي احنا بنعملها يعني على التورته قصدي. زي اللي احنا بنعملها على التورته عملتها نفسها بالظبط وحطيتها على الجاتو. وهلمعهم طبعا كويس جدا زي ما انتم شايفين كده من جميع النواحي، لان طبعا التفاح بيسود وبتأكسد يعني. هنا برضو هاخد شريحة كده وهبدأ كده اقشرها وهقسمها نصين، وبرضو هعمل نفس اللي انا عملته شرايح كده وهرصهم جنب بعض. طبعا عملت الجاتو معاكم كتير بفاكهة مختلفة، ممكن تقدروا تشوفوه في القناة هيعجبكم جدا جدا جدا. الجاتو ده مشهور عندي جدا وناس كتير بتطلبه، يعني يمكن اللي هو العادي ما بتطلبش مني قد كده، ده بتطلب مني اكتر من التاني بكتير، لان طبعا عليه فاكهة اكنك واخدة تورتايه بالظبط. بس ايه، آم، كل واحد قطعته متقطعة. فهو انا مشهورة بيه عندي في قريتي يعني، فالناس حباه جدا وحابين بجد تفاصيله يعني، لان طبعا بحط عليه شوكولاتات وبحط عليه فالناس بجد حباه. هنا طبعا ده كان بوت خوخ، طبعا قلت لكم كذا مرة قبل كده انا بعينه ازاي، بس هقول لكم برضو تاني لان يمكن محدش سمع الفيديوهات اللي قبل كده فبرضو يستفيد. انا بسيبه في علبته ما بحطهوش في اكياس وكل واحده في كيس والكلام ده، لا 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 خالص. انت هتحطيه كل واحده في كيس، افرضي نسيتي وحطيتي عليه حاجه وباظت، ومعلش يعني الحاجه غاليه والكمبوت غالي. ف انا بسيبه في علبته محتفظ بعلبته بميته بكل حاجه، وبفتحه وباخد منه، بطلع منه الواحده او الاتنين اللي انا هشتغل بهم، و بحط الباقي بسيبه زي ما هو وبغطيه بكيستين وبحطهم في التلاجة. اهم حاجة تغطيه كويس عشان ما يلقطش ريحة من الفريزر، آه، ما يقعش اي حاجة يعني. وخلي بالك وانت بتحطي هي بتبقى ثابتة يعني. هنا طبعا زي ما قلت لكم هنا قطعت التفاح التاني على شكل تاني صغير كده وحطيته كده بزاوية. تمام كده شكل الجاتو الشوكولاتة خلص الفانيليا. هنبدأ مع بعض الجاتو التاني عشان هو الوقت، لان لقيت الفيديو طال مني قوي. حطيت كراميل على جنب الشوكولاته والصوص التاني شوكولاته. تمام. هنا كريمه كان لسه فايض معايا كريمه، عملت رز زي ما انتم شايفين. وطبعا سبت قطعه كده ونصها من الجات سبتها فاضيه كده يعني كشكل كتغيير في الجاتو، كله كراميل وكله شوكولاته ومفيش حاجه ساده، فسبتها نصها ساده، نص واحده من الكراميل ونص واحده من الشوكولاته ساده. هنا ده طبعا انا اللي هعمله في ده هعمله في ده. تمام. هما دستين مع بعض طالعين في بالظبط. كل حاجه في ديت بعملها في ديت، واحده من دي كده وواحده من دي كده. عملت 2 اوريو، هعمل كل حاجه زي دي. تمام. لان طبعا ممكن يكون في مقارنه بين دي وديت، يقولوا مثلا ان انا عامله آه، ان طبعا بنزل الصورتين مع بعض. تمام. دي كده بجنيه، ودي طبعا نوعيه تانية برضه جنيه. وحطيت على ده انتوا شايفين كده. دي طبعا واحدة كده قسمتها نصين. طبعا انا جايبه الحاجات دي كلها قبل كده معاكم في المشتريات. هنا بقى جبت كده ده فلوتس،
قطعت الواحدة على 2 وحطيت على كل جاتوهية واحدة. بس بقى الشوكولاتة حطيت عليها البيضة اللي هي نصها كراميل ونصها سادة، حطيت عليها ايه اللي هو البني. تمام. هنا بقى بحط الكريسبي كده، بحاول انسق الالوان كده واشوف المناسب احطه زي ما انتوا شايفين. كريسبات بقى لان ده طبعا ظاهرة الفاكهة محطوط عليه كراميل، فما حطيتش عليه بصراحة كريسبات يعني كريسبات وكده ما حطيتش عليه. تمام. طبعا كريسبي بني، كريسبي ذهبي، كريسبي نبيتي، كريسبي احمر كده يعني. هوريهولكوا طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ده الشكل بتاعه. لسه بقى احط مربى حليب كده على زي ما انتوا شايفين كده، حطيت عليه مربى حليب، ده شكلهم. هنبدأ بقى نحط مع بعض كده الجاتو. طبعا شايفين الخرطة، يعني بجد الخرطة كبيرة جدا وحلوة، وطريقة سهلة مش صعبة، مش صجام بقى والكلام ده. دي اسهل، وهتقطعيه وهيطلع جاتوه، وهيطلع جميل جدا بكل سهولة يعني. مش متعب في حاجة ومش صعب، بس اهم حاجة يسقع كويس في الفريزر قبل ما تشتغلي بيه. زي ما انتم شايفين كده، انا بوريكم الخرطة عاملة قد ايه، حجمها كبير. الخرطة حلوة. معلش يعني انا حطاهم في العلبة غصب عنهم يعني. لو جيتي تشتريه من بره حاجة تانية خالص، ومبقاش متكلف زي ده زي ما انتم شايفين كده. دي اللي هي نص كراميل ونص فانيليا. طبعا اللي بحطه هنا هو اللي بحطه في العلبة التانية، نفس المكان ونفس الحطة بالظبط. شفتوا اللي هي معمولة تفاح ديت تحفة. وطبعا زي ما انتم شايفين حجم الجاتو جميل جدا. وبعدين انا ما شفتش اسهل من الطريقة اللي انا بعملها بصراحة، يعني شفت كتير بجد. موضوع السجان ده ممكن ينشف منك، ممكن مش عارف ايه، انما كده الجاتوه بيطلع هش جدا وجميل جدا. وزي ما انتم شايفين شكله لوحده كفاية. طبعا انا بنوع بين الفاكهة والشوكولاتة